بين الجبال الخضراء الشامخة يقع وادي عقربة. المواشي في وادي عقربة تمثل حياة أخرى في هذه البقعة السماوية. تنظمهم الطبيعة الخلابة ليشكلوا معا عنصرا أساسيا في حياة هذه المنطقة. فهذه المواشي تسير في خطوط وهمية منظمة وكأنها تحترم الطبيعة والمكان لتحث الإنسان على احترام المنطقة. وعن الطبيعة الخضراء حدث ولا حرج، فباللون الأخضر ترتسي جنبات الوادي وجباله لتلغي لون الحجارة والرمال كرمز آخر على غنى هذه المنطقة ذات المناظر الخلابة. وفي هذه الأشجار سرد سريع لتاريخ المنطقة التي تلخص عبق التاريخ وجمالية الطبيعة في آن واحد. ومن بين هذه الصخور ينبع الذهب الأصفر في الوادي. الماء شريان الحياة الأساسي يروي أشجار وأزهار هذه المنطقة ليمدها بالخضرة الدائمة. أما هنا في مشتري وادي عقرب الحرجي تجد كل أنواع الأشجار الحرجية التي تمد المملكة باللون الأخضر تحت رعاية العاملات اللواتي يقدمن كل جهودهن من أجل الطبيعة. طبيعة شغلنا احنا دوامنا من 7 ل 3. طبيعة شغلنا بنعبي أشكال زي هيك، بنزرعها زراعة بذور. بنعبي أول إشي الأكياس، تكون التراب مسمد من جميعه يعني يكون جاهز. بعدين نروي البذور. بيصير على الشكل هذا بعد ما تكون ترتوي، بعد فترة أسبوعين تطلع البذرة على الشكل هذا حسب نوع البذور، نوع البذرة يعني مثلا سرو، ديدونيا، واشنطونيا، أكاسيا، في أسماء زي هيك. مدة الدوام من 7 ل 3. احنا دوامنا 8 ساعات. كم بنت انتم هون بالشغل؟ 10 بنات. تحت إشراف مين هون انتم؟ في مأمور المشتل هاني أحمد خضر. مشتل عقربة. أبو يعرب. بكون دائما إشرافه يعني. بكون دائما متواجد معك صح؟ دائما متواجد، بس حسب يعني ظرفه يعني بالعمل يعني يمكن يضطروا إنهم يطلعوا على المديرية إشي زي هيك يعني. يعني المديرية دائما تواصل معكم عن طريق الشغل. الشغل كيف الشغل هون؟ طبيعة الشغل كويس يعني إنه في تعب فيه أو في متعة؟ في تعب يعني. بس شغله يعني حلو يعني مرتب يعني. يعني مبسوطين فيه. ميداني يعني هو شغله اسمه بيسموه الزراعة، وزارة الزراعة بيسموه شغل ميداني. شوارع هذه المنطقة لم تلقى حتى الآن الاهتمام اللازم، لكن جمالية جوانب هذه الطرقات تنسي السائق الحفريات التي تملأ الشوارع، فهذه الشوارع أشبه بجهنم التي تؤدي إلى الجنة. أما شريان الحياة فهو يتواجد بكثرة هنا. الماء هو أبرز ما أكسبته هذه المنطقة الحيوية والحياة، فهذا السائل الذي يعاني الأردن من ندرته يملأ مساراته التي تلتف حول الوادي كعقد ألماس يزيده جمالا.